الأبواب على أبواب المنطقة المغاربية. كيف لا يلفك هذا الشعور وأنت تراقب هذا التنافس المحموم على التسلح بين الجارين اللدودين الجزائر والمغرب، فعين كليهما على الآخر منذ عقود ترصد دقائق الأمور عن جنده وسلاحه وعتاده الحربي وتمكنه من أحدث التكنولوجيات العسكرية. في الجزائر لا تنفك ميزانية الدفاع تتضاعف مع تنامي مداخيل البلاد النفطية والغازية، ويعتقد أن ميزانيتي الجيش والأمن الجزائريين تمثلان معا 15% من الميزانية العامة للدولة التي قدرت العام الماضي ب$80 مليار، كما أن الجزائر تصرف منذ أواخر التسعينيات ما معدله $2.5 مليار سنويا لشراء تجهيزات ومعدات حربية. الحرص على الظفر بأكبر صفقات التسلح في المنطقة أمر لا تخفيه الجزائر. أما المغرب فيقال إنه يجتهد لمجاراة تجارته النفطية في هذا المجال، ما يبدو حرصا على الحفاظ على درجة من توازن القوة مع الجزائر جعل من المغرب أكثر الدول العربية غير المصدرة للنفط في إفريقيا إنفاقا على الأسلحة. يكشف ذلك مركز الدراسات الأمريكي فوركاست انترناشونال. جاء في تقرير المركز أيضا أن المملكة المغربية ضاعفت حجم ميزانيتها العسكرية بين عام 2005 وعام 2009، وأنها عقدت اتفاقيات عدة مع الولايات المتحدة ودول أوروبية لشراء أنظمة تسلح جديدة، كما أن الإنفاق العسكري المغربي بلغ نحو 13% من مجموع الإنفاق العسكري في القارة الإفريقية خلال السنوات الخمس الماضية. عموما فإن التحالفات القديمة الموروثة من الحرب الباردة لا تزال تقود سباق التسلح في المنطقة، فقيادات الجيش الجزائري المعتادة على الأسلحة الروسية تواصل إبرام صفقات تسلح ضخمة ومتنوعة مع موسكو. أما المغرب فيقتني حاجته التسليحية من الولايات المتحدة أساسا، ثم هناك فرنسا الحريصة على عدم خسران أي من البلدين بل السوقين. يقول خبراء التسلح إن تسليح هؤلاء لأولئك سيستمر طالما لم تجد قضية الصحراء الغربية حلا نهائيا. لا يغيب ذلك عن فهم المغرب والجزائر، فهل يعرفان أن تنافس الكبار على تسليحهما ربما كان مدخلا لصراع على النفوذ في الدار المغاربية الكبرى؟ وهل يأتي يوم يعدلان فيه عن ضخ أموال طائلة في خزائن الكبار بدواعٍ استراتيجية وأمنية عوض تسخيرها لتنمية البلدين؟ لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس عبد النور بن عنتر الباحث في شؤون أمن المتوسط. سيد عبد النور، هذا السعي وهذا الهوس بالتسلح من البلدين الجارين المغرب والجزائر، هل أسبابه نفسية أم استراتيجية؟ ربما السببان معا، لكن القضية في حاجة إلى نوع من التفصيل إن شئت. تفضل. أولا من الناحية الجزائرية ومن الجانب الجزائري، لو عدنا إلى الوراء لاحظنا أن الجزائر بدأت أو حاولت إعادة بناء قواتها المسلحة في مطلع الثمانينيات، ولكن سرعان ما ظهرت الأزمة المالية مع تدهور أسعار النفط في السوق الدولية، وبالتالي تأخرت برامج التسلح. ثم العشرية التسعينيات القرن الماضي وظاهرة الإرهاب الواسع الانتشار، هذا جعل البلد يركز أساسا على بعض الأسلحة الموجهة لمحاربة العصابات، وكان يقبع تحت الحظر العسكري الغربي أساسا والدولي عموما، إلى درجة أنه صعب في بعض الأحيان الحصول على الذخيرة لأبسط الأسلحة الخفيفة. ثم حاول إعادة بناء قواته المسلحة بداية من مطلع الألفية الحالية. إذن كل هذه الصفقات العسكرية يجب أن تقسم على 20 أو 30 سنة، مع العلم أن بعض الصفقات المبرمة مع روسيا تمتد على 8 إلى 10 سنوات، وبالتالي هو التسلح يغطي في واقع الحال 30 سنة. إذن لو قسمنا كل هذه الصفقات على 30 سنة لوجدنا أن المسألة تبقى نسبية للغاية. المبلغ المالي، الظرف المالي أو الغلاف المالي هو معتبر بطبيعة الحال، ولكن لو قسمتها على هذه المدة للاحظت أن المسألة هي محاولة لتحسين القدرات الدفاعية أكثر مما هو محاولة لرفع من القدرات الهجومية. ولكن جلب سيد نور الدين،
جلب نوع معين من الأسلحة من البلدين استراتيجيا الآن على الأقل في المدى المنظور بين البلدين، لمن سيوظف سواء في الحالة الجزائرية فيما يتعلق بتدعيم قدراتها الدفاعية أو محاربة ما يوصف بالإرهاب، أو في الحالة المغربية؟ في ماذا سيوظف إن لم يكن هناك حالة نفسية من البلدين ربما قد يكون لها أهداف استراتيجية في من يكون الأول في المنطقة؟ لا، هذه العقبة النفسية موجودة، وموازين القوى الاستراتيجية في السابق كانت في صالح المغرب على الأقل على المستوى النوعي من حيث نوعية الأسلحة، فالتوازن الاستراتيجي في المنطقة في واقع الحالة كان مختلا لصالح المغرب. العقبة النفسية موجودة، أنا لا أقول أنها غير موجودة، ولكن من الوهلة الأولى تبدو أن الأمور معقدة للغاية وأن الجميع يدق طبول الحرب، ولكن لا أعتقد أن المسألة تسير في هذا الاتجاه لسببين أساسيين. أشكرك. السبب الأول حتى إبان الحرب الباردة نعم أسف لأن الوقت قد أسف سيد نور الدين بن عنتر، أعلم نعم. بأن الموضوع متشعب جدا، ولكن فقط لأن الوقت قد نعم. أدركنا، أعتذر منك، الوقت انتهى. شكرا جزيلا لك.